السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم ان شاء الله راح نديرو كويرات البطاطا يجو بنان روعة مقليين في الزيت. نبداو على بركة الله. هنا عندي 4 حبات بطاطا كما راكم تشوفوا. نبدا نقشر فيهم بهالطريقة. هنا بعد ما قشرتهم غسلتها البطاطا هذيك، ومن بعد راني نقطع فيها مكعبات، وفي نفس الوقت راني درت الماء يغلي، درت قدرة فيها الماء ودرت عليها الكسكاس، وراني نقطع في البطاطا نتاعي مكعبات كما راكم تشوفوا. هنا درتها تفور ودرت لها رشة نتاع الملح وغطيتها. هنا في مقلاة درت شوية زيت ودرت صدر نتاع الدجاجة رحيتو كما راكم تشوفوا قليتو. هنا هاد البطاطا راكم تشوفوا هنا راهي بدات تفور، بدا يدخلها الطياب، نخليها تزيد شوية. هنا بعد ما فورت رحيتها نديرها في طبسي. وهنا نضيف ليها داك الدجاج اللي كنت قليته مع فص الثوم وشويه ملح، نضيفه لهذيك البطاطا. البطاطا هذه مليحه تجي في الصيف روعه، وخاصه انها جايه بالخبز اليابس. الخبز اليابس يكون عندنا في فصل الصيف لانه الخبزات تنشف، باش نستغلوا هذاك الخبز وما نرموهش. هنا درت ليها قليل من الملح، رشة ملح، ودرت نصف ملعقة فلفل اسود ونصف ملعقة صغيرة فلفل احمر حار. ومن بعد نعجنها نخلطها مليح. وهنا درت ملعقة لاشابلور، ملعقة ونصف، باش نستغلوا الخبز اليابس نتاعنا. وهنا نعجن فيها مليح باش يدخلوا فيها هذوك المكونات كامل كما راكم تشوفوا. نتمنى الى مازال ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى عجبتكم الوصفه ديروا اعجاب. هنا راني بديت نشكل الكويرات نتاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نشكل كويرات متساويين. هنا بعد ما كملت شكلت الكويرات نعاود نحلهم ونحط فيهم نصف حبة فرماج، اي نوع كان عندك، والافضل الفرماج اللي يذوب كيما شيدار ولا. هنا بعد ما حطيت فيهم فرماج نغلقهم ونكورهم كما راكم تشوفوا. وهنا راني ندير حبة اخرى نفس الطريقة، ندير فيها فرماج ومن بعد نغلق عليها حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. هنا بعد ما كملتهم كامل شكلتهم كويرات نعاود نرمدهم في الفارينة بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحطهم في البيض. هنا درت 2 حبات بيض شقستهم، درت فيهم هذوك الحبيبات تاع البطاطا. من بعد ما رمدتهم في الفارينة نديرهم في البيض، ومن بعد نديرهم في لاشابلور
نرملهم مليح باش ما يتحلوش ليا في المقلة كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة نرمدهم في الفرينة، من بعد نحطهم في البيض، ومن بعد نحطهم في لاشابلور الخبز اليابس. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتردوا لي الخبر الى عجبتكم. هنا راني نرمد فيهم الخبز اليابس، وفي نفس الوقت حطيت مقلة فيها الزيت تسخن. هنا بعد ما كملتهم نبدا نحطهم في الزيت اللي كنت سخنته درته يسخن على نار متوسطة حتى يتحمروا وياخذوا اللون الذهبي. هنا بعد ما قليتهم تحمروا تحصلنا على هذا اللون الجميل، راهم يشهوا ما شاء الله. نشوفوهم في طبق التقديم. هنا بعد ما كملتهم هذا هما جاو روعة، محمرين مقشقشين. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا لي الخبر، والى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناة اذا ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.